السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين ديالي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على قناتي عالم أمجد. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا بيتزا في المقلاة، بيتزا خفيفة وناجحة بدون تعقيدات وبدون دلك. بالنسبة للمقادير هنا عندي 4 ديال الزلايف ديال الدقيق الأبيض، 2 زلايف ديال الدقيق الفينو، عندي هنا كاس ديال الحليب دافي درت فيه معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الحليب هنايا الحليب ما عندوش الحليب عادي او عندكم الحليب المجفف ممكن تضيفوه مع الدقيق وكتكتفيو غير بالماء. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير وممكن انكم تستغنوا الحليب تخدموا غير بالماء في عود ما ديروا الحليب مع خميره الخبز، ممكن انكم ديروا غير الماء دافي مع الخميره. من بعد كنخلط هذاك الدقيق مزيان مع بعضياته، غنضيف معلقه كبيره ديال الزعتر كيف كتشوفوا الزعتر محكوك، والملح حسب الذوق. وغادي نخلط مزيان هذيك النواشف مع بعضياتهم. باش كتساعدنا الطريقه ديال ما كنحتاج اننا ندلكوها لا حتى شي حاجه. المهم كنخلطوا هاد النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف عليهم نص كاس ديال زيت الزيتون، حتى هو غندخل فيهم هذاك الزيت مزيان، نحاول ندخلو مزيان في الخليط كامل صافي. من بعد غنضيف هذاك الكاس ديال الحليب اللي ضفت فيه خميره الخبز، وغادي نجمع كل شيء بالماء دافي. صافي غنبقاو نجمعوا العجين غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، ما غندلكوها ما حتى شي حاجه حيت كلشي عندنا مخلط، غير كنجمعوها وصافي. وكنخليوها مطلوقه ما كنقصحوهاش. ضروري العجين ديال البيتزا خاصو يكون خفيف ما تقصحوش. المهم غنضيف عليه واحد القليل من زيت الزيتون وندهنوه بالعجين كامل ونغطيه ونخليه يخمر مزيان. والعجين ديال البيتزا راه كل ما خمر كل ما كتجي العجين ناجحه وخفيفه. صافي غادي نغطيها ونخليها تخمر. هنايا تقريبا نخليها تخمر واحد نص ساعه ونكملوا ان شاء الله. من بعد ما خمرت لينا العجينه كيف كتشوفوا كتجي العجينه مطلوقه، خاصها تجي على هذا الشكل هذا. صافي غنشكلها هنايا كويرات. انا غندير كرات كبار باش غادي نخرج منهم بيتزا صغار، واللي بقى لي غادي نديرو خبيزات موين ديال البيتزا. غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه عاد غادي نبدا نخدمهم. هنا غادي نبدا كيف كتشوفوا راه كتطلق، ممكن تطلقوها غير بيديكم ما تحتاجوا لا دلك لا والو، راه كتمشي معاك بسهوله. هادي غنطلقها على هذا الشكل هذا وغادي نخرج منها بيتزا صغار. غادي نبقى نطلق فيها حتى تولي رقيقه. وبالنسبه لهاد ميني بيتزا انا اللي غادي ندير دابا غادي بصراحه غينفعوني بزاف مع ولدي المدرسه. كيجيوك هكا ساهلين كتجبديهم من المجمد كيطلقوا دغيا كتعمريهم دغيا كيوجدوا. غادي نقطعهم على هذا الشكل وهنايا غادي نديرهم في واحد لاطه ديال الفران وغندخلهم يطيبوا دفعه واحده باش نربح شويه ديال الوقت. وغادي نستمر بهذا الشكل هذا. ومن بعد ديك العجين اللي غيبقى لي غنعاود نجمعو حتى هو وغادي ونشكلو كره ونخليه حتى هو تيرتاح شويه وغادي نخدم به عادي.
وصافي. وهادو البيتزات الصغار غادي نخشيهم في الفرن. وهذه كيف كتشوفوا انا طلقتها غير بيديا. هذه وحده غادي نديرها في المقله. هنايا درت المقله كتسخن وغادي نخلي العافيه ناقصه وغادي ندير عليها البيتزا طيب وغنبقى نقلب فيها وهي تشد راسها شويه صافي كنحيدها. غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غنكمل البيتزات كاملين ان شاء الله. هنايا من بعد ما درتهم في المقله كنتقبها بحال هكا بالفرشيط كنبقى نقلب فيها حتى كطيب. هنايا البيتزات الاخرين تا هما درتهم هنايا في المقله. وهذه هي البيتزا اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وصفه سهله والعجينه كتجي خفيفه ومفشفشه بحال القطن. بالنسبه للاحتفاظ بها في المجمد ديروها في اكياس بلاستيكيه ودخلوها المجمد راه كتحتفظوا بها المده اللي بغيتو. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد. لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه.